الكون مليان أسرار، وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم في برنامجكم، برنامج غواص في بحر الفلك. معاكم رشا سامي. النهاردة هنتكلم عن برج محير كل الناس. هم الناس اللي بيتولدوا في أيام معينة من كل شهر، يوم 20 21 و22. دول بيكونوا مزنوقين بين برجين وبيجمعوا صفات البرجين. هم أشخاص حظهم مخليهم غلابة يا حرام، مش عارفين بالظبط هم برج إيه. ناس تقول لهم إنتم برج كذا، وناس تانية تأكد لهم إنهم برج كذا. عشان كده دايما محتارين ومحيرين كل الناس معاهم. الحلقة دي والحلقات الجاية هتكون موجهة للناس دول تحديداً. الأبراج دول لا هم طايلين صفات البرج اللي هم متسجلين تبعه ولا صفات البرج اللي قبله. منهم اللي بيحس إنه تبع البرج اللي هو فيه، ومنهم بيحس إنه تبع البرج اللي قبله، ومنهم اللي بيحس إنه الاتنين في بعض. نبتدي بأول برج محير الناس اللي هم برجهم حوت حمل. يا ترى دول شخصيتهم هتكون عاملة إزاي؟ دول بالظبط عاملين زي اللي رقصوا على السلم. الحمل بيبص لهم من فوق، والحوت بيصغر لهم من تحت. تعالوا نتخيل الميكس الغريب اللي بيجمع بين برج حالم رومانسي هادي ورايق كده في نفسه زي الحوت، وبرج ناري بياكل في نفسه والحماس قتله زي الحمل. هيبقى عامل ازاي الشخص ده؟ أكيد هيكون حد مختلف ومميز. ما تستغربش أبداً لو يوم صحيت من النوم لقيته متحمس جداً. شخص كده حماسه فظيع، طموحه ملوش حدود، وتحسه كده إنه عايز يكسر الدنيا ويعمل مليون حاجة في وقت واحد. وفي نفس الوقت نفس الشخص ده تشوفه بالليل قاعد مكانه ما بيتحركش ومكسل حتى يقوم من مكانه وسرحان كده في ملكوت الله. أيوة، ما تشكش في نفسك خالص، انت صح، هو بعينه عنده الصفة وعكسها. جينا بقى لمربط الفرس. تخيل برج الحوت ده برج مائي عنصره مية، وبرج الحمل ده برج ناري يعني عنصره النار. يعني الشخص ده عنده الاتنين في واحد، مية ونار مع بعض. تعالوا نتخيل شخصيته هتكون عاملة ازاي. ببساطة هتلاقيه بيتعصب جدا، وتحسه في وقت كده عامل زي البركان وبيكسر الدنيا، وبعد شوية النار دي بتطفي خالص ويهدى ولا كأن حاجة حصلت. كده فهمتوا قصدي؟ ويا ترى كده وصلت لكم الفكرة؟ أظن يا جماعة يا صحاب البرج اللي محير كل الناس، أنا النهاردة جاوبت على أهم سؤال محيركم اللي دايما بتسألوه لنفسكم: أنا مين؟ برجي إيه؟ وأنا ليه مش حاسس إن البرج اللي أنا تبعه حسب شهادة الميلاد ده هو برجي؟ أعتقد كده ممكن تكونوا تخيلتوا الميكس ده. على فكرة، معلومة مهمة جدا لازم نقولها، إن الناس دي بتكون شخصياتهم مميزة جدا وبتكون مبدعة جدا جدا، لأن في شخصيتهم الحاجة وعكسها، وده بيديهم مرونة رهيبة في التعامل مع الناس، ويقدر يتلون بكذا لون. ودي مش حاجة وحشة ولا هو نفاق، لكن دي ممكن تكون أدوات يستخدمها الشخص ده حسب الموقف اللي محطوط فيه. وكل الشخصيات اللي برجهم محير الناس هتلاقيهم شخصياتهم مميزة جدا وجذابة. واحنا ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن برج تاني محير الناس وملخبطهم، لأن العناصر برضو مش لايقة على بعض خالص ومش شبه بعض خالص. عايزين تعرفوا أكتر؟ استنونا في الحلقة الجاية. كانت معاكم رشا سامي.